السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات سلمى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر ابوني مع الضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. والا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا شهده مالحه كتجي لذيذه بزاف والعماره جد سهله. غنحتاج 500 غرام ديال الفورس اولا دقيق الفرينه اولا الدقيق الابيض. غنحتاج الماء باش نجمع هاد العجين يكون دافي. بياض بيضاء والصفار هو اللي غادي ندهن به. غادي نحتاج خماره وحده وشويه الزعتر، شويه الملحه، نص كاس ديال الزيت، معلقه ديال سنيده ومعلقه ديال الخميره الفوريه اولا خميره الخبز. غادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعض. معلقه ديال الخميره مع الملحه مع السكر معلقه البيكين باودر اولا خميره الحلويات. غادي نضيف بياض البيض كيف ما قلت لكم، الصفر حتى في الطبيخ باش ندهن الوجه ديال الشهده ديالي، نصف كاس ديال الزيت والزعتر غادي نضيفو. ممكن تضيفوا شويه الابزار. صافي غادي نبدا نجمع بالماء. غنبقى كنكب الماء وكنجمع العجين ديالي حتى نحصل على عجين يكون لين. ها هو العجين ديالي. دابا غادي نغطيها ونخليها تخمر لمده ساعه كامله. في هذا الاثناء غادي نبدا نوجد في الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج اللحم مفروم اولا الكفته ديال اللحم، شويه الزيت، البقدونس مقطع، وغنحتاج الكركم اولا الخرقوم، السنجبيل اولا سكينجبير، فلفل او اسود اولا البزار، القليل من الملح، البصل مقطع، وشعريه صينيه رطبتها في شويه الماء سخون. وغادي نحتاج صلصه الطماطم، ممكن تعوضوها بمعلقه كبيره ديال المطيش الحك، انا ما كانتش متوفره عندي درت صلصه الطماطم. غادي نسخن المقلاة وغادي نوضع فيها الزيت. غادي نضيف البصل، غنخليه يتشحر واحد شويه. غادي نضيف ليه لحم مفروم، غادي نبدا نضيف التوابل، ابزار، سكينجبير، كركم، غنضيفو الملح والربيع. بعد ما طاب داكشي كله غادي نضيف الشعريه الصينيه، وغادي نضيف صلصه الطماطم هي الاخيره حيت انا عندي هاد الصلصه طيبه. غادي نبدا دابا نشكل الكويرات ديالي، وانا كان بمساعده ديال الزيت ناخذ واحد الكويرات على هاد الشكل، كنبسطهم، كنوضع الحشوه في الوسط، وغادي نبدا نجمعهم. صافي كنبقى على هاد الطريقه كنجمع الكويرات ديالي وكنوضعهم وحده حدا وحده بهاد الطريقه حتى نسالي العجين كله. من بعد ما صايبت العجين كله كنخليه يخمر لمده ساعه، وغادي نبدا من بعد ما خمر ها هويا كنبدا ندهن في شويه البيض مع الحليب، كنرش عليه البافون، ممكن ترشوا عليه جلجلان، اي حاجه بغيتو. كتدخلوه الفران يكون مسخن من قبل. ها هي في وسط الفران كيف كتشوفوا كتنفخ، كتجي بحال الشهده رائعه. ها هي دي من بعد ما وجدات. غادي نقطع لكم قطعه باش تشوفوا كيفاش الحشوه من الداخل كتجي لذيذه بزاف. هاد الشهده ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو الى عجبكم.